وهذا موضوع بغيت نوقف عليه ما فيهش بزاف، اللي هو موضوع الأفارقة اللي اكتسحوا يعني المغرب واكتسحوا الدول العربية أو المغرب العربي. فكنبغي نقول لكم اخوتي اللي لقى شي افريقيا، حنا ماشي العنصرية ولا شي حاجة، ولكن بلادنا هي الأهم في هادشي كامل. واش فهمتيني؟ ماشي حنا نبقاو يجيو عزاوة نستقبلوهم، يجيو صحاب هذا نستقبلوهم، تلقاو راسنا حنا اللي خارجين من بلادنا. واش فهمتوني؟ يستعمرونا بحال اللي وقع لتونس. وكنقولها ونولي نعاودها ان حنا ماشي ضد العنصريه، او يعني حنا ماشي زعما عنصريين، او حنا ضد العنصريه. وحنا اي واحد كنتعرفوا عليه. انا بلا براسي عندي اصدقاء سنغاليين، اصدقاء افارقه، يعني انا كنحترم اي ديانه وكنحترم اي واحد منين جاي، ومن ما عنديش يعني. المهم يكون حسن التعامل بيني وبينه، او يعرف انه يتصرف. حاجه وحده اهم هي استقرار البلد. واش فهمتوني؟ شوفوا راكي واحد كنرد على واحد الاذاعه عربي، بي بي سي عربي، اللي قالت لك حنايا يعني انتقلت العنصريه للمغرب من بعد ما كانت في دول العالم. لا اختي، بغيت نجاوبك الصحفيه، لا اختي ماشي العنصريه هذيك، راه استقرار البلد. يعني الا بقاو كيتزادوا السنغاليين والافارقه والكحل، راه كيدخلوا لنا على مواتنا، كيجريسيو عباد الله، كيديروا هشوها. فين لقينا حنايا شي سينيغالي هما كيجيو كيقراو صاحبي مثقفين، كيجيو كيقراو الخوادريه كرات لهم، وكيجيو مثقفين وكيقراو، والديهم لاباس عليهم، ماشي بحال هادو اللي كيجيو حارقين. هادو كينوضوا هشوها وكيغتصبوا الاطفال ديالنا وكيغتصبوا النساء ديالنا. كيف بغيتينا اننا ما نبغيوش نطردوا هاد الشيء، نطردوا هاد الافارقه، لانهم كيشكلوا خطر على الشعب المغربي. راه تجي واحد الوقت ما تبقاش تقول العنصريه، لانهم اكتسحوا البلد ديالك، كتولي انت هو اللي غريب. ودابا انت هو اللي غريب في بلادك، لان هما كيقولوا البلد ديالهم هما المغرب، وحيدها لهم فمهم، حتى هما كيتعتبروا افارقه ودايرين لاكارت ناسيونال. باش كنقول لكم يعني عرفوا مع من تتعاملوا، وعرفوا وحنا كنطالبوا من المسؤولين انهم يهجروا علينا، يطردوا علينا هاد الافارقه، لانهم غادي يفسدوا بلاد المغرب كما وقع لتونس. شحال هادي كما كنقول لكم، راه كيتنقلوا من دوله لدوله، وهي الدول العربيه الاكثريه، لانهم كيلقاو المجال ديالهم مفتوح، القانون ديالهم ما صارمش بزاف 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 د الحوايج. ليتس جو. هنا كينتهي الفيديو ديالنا اليوم، وكنبغيكم تتبعوا اللايف ان شاء الله بالليل.